هل تطبيق المقامات ليه قواعد أو ليه قانون أو ليه شروط؟ الموضوع ببساطة إن أنا دلوقتي كنت بقرأ في سورة نوح ومرت عليا آية فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. لو اتقرت بأي مقام ولا حرج ولا إثم ولا في أي مشكلة، ولكن القصة في إن أنا عايز أوصل المعنى للمستمع، فوجدت إن أنسب مقام للآيات وهو مقام النهاوند كما قرأت هكذا: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. ولما جيت عند قال نوح الرب إنهم عصوني ودخلنا في معنى العصيان والكفر، فنجد إن المناسب للمعنى ده في تصويره مقام الحزن زي الصبا. قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. لكن لو القارئ قرأ كله بمقام واحد ولا حرج في هذا، المسألة كلها مسألة تصوير المعنى للمستمع.